في عالم كرة القدم قليل جدا من اللاعبين اللي يقدروا يغيروا شكل المباراة في لحظة، لكن لما نتكلم عن ليونيل ميسي إحنا بنتكلم عن السحر نفسه. من أول لمسة بتحس إن الكرة مربوطة في رجله بخيط، تحكم خرافي، هدوء أعصاب، وثقة ملهاش حدود. ميسي مش بس بيراوغ، هو بيرسم طريقه وسط الدفاع كأنه شايف الملعب من فوق. لو بتحب مهارات ليونيل ميسي اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. شوف السرعة في القرار، في ثانية واحدة يغير الاتجاه، يمر من لاعب 2 3 والمدافعين واقفين يتفرجوا مش عارفين يوقفوه ازاي. مع انتر ميامي ميسي رجع يثبت ان العمر مجرد رقم، كل لمسة فيها خبرة سنين، وكل تمريرة فيها ذكاء لاعب أسطورة. لو بتحب مهارات ليونيل ميسي اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. بساط قاتلة بين الخطوط، تسليم واستلام بمنتهى السهولة، وكأن الكرة بتسمع كلامه. ولما يوصل قدام المرمى هنا بيبدأ الرعب الحقيقي، تسديدة واحدة بس كفيلة تقلب النتيجة. مش بس هداف، ميسي صانع لعب من الطراز العالمي، بيرفع مستوى الفريق كله، يخلي أي لاعب جنبه يظهر بشكل أفضل. الجماهير عايشة لحظة بلحظة، كل ما يستلم الكرة الكل بيقف مستني المعجزة، لأنه ببساطة ميسي بيخلق لحظات تاريخية. لو بتحب مهارات ليونيل ميسي اعمل لايك واشتراك، فعل الجرس. ده مش مجرد لاعب، ده قصة، ده فن، ده ليونيل ميسي. استمتع، لأن اللي بتشوفه ده مش هيتكرر تاني.